السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من اخر فيديو. النهاردة بقى جايلكم روتين جامد جدا، روتين كله نشاط. هتتفرجي عليه هتقومي على طول تخلصي اللي وراكي وتتشلبي في المطبخ. عملت حاجات كتير قوي في وقت قليل. يلا بينا بقى نبدأ الروتين النهاردة. قبل بقى ما نبدأ ما تنسوش اللي مشتركش في القناة ينزل تحت يشترك بسرعة في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وعايزة بقى لايكات كتير. وكملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا بقى كمية الحاجات اللي أنا عملتها النهاردة. وبس يلا بينا نبدأ الفيديو. وقبل ما نبدأ بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى كده صحيت من النوم، فتحت الشبابيك بقى كده والبلكونه، عايزه بقى اغير الهواء بتاع الشقه كده واجدد الطاقه. وتهوي تبقى الدنيا كده كلها متهويه والشمس تدخل. وبعد كده بقى قمت فطرت انا ويونس وخلصت المواعين كده على طول بتاعه الفطار، ونزلت بقى جبت الحاجات اللي انا هحتاجها النهارده بتاعه الغدا. وجبت حبه حاجات كده يعني كانت ناقصاني. جبت خضار بقى وبطاطس وبصل وفلفل. وجبت بقى كبد وقوانص، جبت نص كيلو كبد وقوانص عشان النهارده ان شاء الله هنعمل كبد وقوانص. جبت نص كيلو ب45. وكنت محتاجه صابون سائل، الصابون السائل اللي عندي خلص. نزلت عشان اجيب الكيس اللي انا بعمله في البيت ده، ما لقيتهوش تحت عند الراجل. فجبت اللي هي الازازه البريل عشان جربت من عنده قبل كده الصابون السائل يعني اللي هو بيبيعه. ما كانش حلو خالص، فاضطريت بقى ان انا اشتري ازازه بريل. قلت مش مشكلة بقى، عقبال ما ايه يعني تخلص اكون جبت الكيس كده وهعمله واخليه عندي، عشان بصراحة يعني ما بخلوش خالص يخلص من البيت، بس هو خلص على فجأة. وقبل ما انزل بقى كنت ناقعة الحتت بتاعة المطبخ كده، بحط عليهم حبة كلور وحبة خل وحبة صابون سائل. بخليهم منقعين بصراحة، بيبقوا زي الفل، بيبقوا نضاف جدا. بحب يعني كده بيتعقموا اي بقى ميكروبات فيهم او اي حاجة، بيطهروا خالص. هنا بقى كنت غسلت الكبد والقوانص، غسلتهم كويس جدا جدا. لان انا بجد الكبد يعني الكبد والقوانص او الفراخ او كده لو زفرة يعني بعرف منها خالص وما باكلهاش. فلازم جدا تبقى نظيفة. نضفتها كويس وشلت منها الدهن اللي فيها. وحطيتها في مية وحطيت عليها ملح وليمون. وسبتهم بقى منقوعين. قلت يا بول كده ما هنعمل النهارده كيكة برضو. قلت اعمل الكيكة واحطها في الفرن. وبعد كده بقى اكمل بقيه الحاجه اللي عندي يعني، بس اكون خلصت الكيكه وحطيتها في الفرن مع نفسها بقى عقبال ما ايه ما اخلص بقيه الحاجه. انا بجد بحب الكيكه تبقى موجوده في البيت، لو مثلا زهقانه من الاكل من الفطار مثلا وعايزه افطر حاجه خفيفه مع كوبايه شاي بلبن وكيك، بتبقى بجد يعني هو ده احسن حاجه. ساعات بحب كده اكل حاجه خفيفه. او في العشاء بقى يعني الحبه اللي هم بتوع الزهق بتوع بالليل دول، انت متبقيش عارفه عايزه تاكلي فيهم ايه او تعملي ايه. بتنفعني بصراحة يعني، بحبها تبقى في البيت بعملها على طول. وبس وبعملها بقى بطريقة حلوة قوي. وبتطلع يعني هشة كده ومفرغة من جوه مش مكبوسة بقى وكده. هنا بقى جبت عندي 3 بيضات وحطيت عليهم كيسين فانيليا. وهضربهم مع بعض وبعد كده احط عليهم بقى السكر. السكر بقى على حسب انت ما تحبيها، مثلا عايزاها مسكرة عايزاها يعني مش مسكرة قوي، على حسب السكر ايه، على حسب يعني الذوق. وهنا بقى حطيت كوباية ونص سكر. وكوبايه الا ربع كده زيت، ممكن تعمليها بالزيت او بالسمنه او بالزيت والسمنه مع بعض. بس انا بجد بحبها بحب اعملها يعني بالزيت، بتبقى خفيفه قوي وبتبقى حلوه يعني. حطيت كوبايه الا ربع زيت كده وكوبايه لبن بس. وهضرب بقى الخليط ده كله كويس جدا في الخلاط عشان السكر يدوب. بس كده خلاص ضربتهم وجبت بقى بوله حطيت فيها الدقيق. انا بحط على المعيار اللي انا عملته ده بحط 3 كوبايات دي، بتبقى مظبوطه جدا بالثلاث كوبايات. وحطيت فيهم بقى باكو بيكنج باودر ورشة ملح، واقلب المكونات اللي هي الجافة مع بعض. وبعد كده بقى هنزل بالخليط اللي انا عملته ده وهقلبهم كويس في اتجاه واحد. بجد انا مش بقطع البيكنج باودر
والفانيليا من البيت، بحس ان هم اساسيين قوي. ساعات ببقى عايزه مثلا اعمل كيكه ومبلاقيش الحاجات دي، فبلغي الفكره، بس بتضايق قوي يعني، عايزاهم بيبقوا موجودين في البيت. يعني بحتاجهم في اي وقت، يعني ممكن اي، يعني مثلا اروح اجيب السوبر ماركت اي فكه او اي حاجه بجيب بيهم الحاجات دي، وبخليهم في البيت عشان بينفعوني. يعني ساعات بنسى مثلا ان انا اجيبهم، وبقى محتاجه ان انا اعمل كيكه، فما بلاقيش يعني الحاجات دي، فبكسل بقى ان انا انزل اشتري يعني مثلا بيكنج باودر وفانيليا، فبخليهم على طول موجودين في البيت. بس وهنا بقى دهنت الصينيه كده دهنه سمنه. انا بدهنها سمنه، ما بدهنهاش زيت، عشان ما تبقاش ما تلزقش في الصينيه وكده. بحس ان السمنه تبقى احسن من الزيت. وبدرتها بقى بحبه دقيق، وهنزل بقى الخليط بتاعي في الكيكه. واهم حاجه كنت مشغله الفرن، يعني قبل ما وانا بعمل الكيكه كده شغلتها، عشان ايه؟ عشان يعني ما يبقى الفرن سخن، الكيكه ما تخشش فيه تهبط. يعني اهم حاجه يبقى الفرن سخن. بس وسويت بقى الكيكه كده في الصينيه، عشان ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. ودخلتها الفرن، وما فتحتش عليها غير بعد نص ساعه. لازم ما تفتحيش قبل نص ساعه خالص، عشان ايه؟ ما تهبطش. وتشوفيها كده مثلا بسكينه او بمعلقه، لو طلعت معاكي نضيفه مش ملزقه وحاجه، تبقى هي كده استوت. وهنا بقى كنت مسحت الرخامة بقى عاملة كده بخاخة كلور على خل، بمسح بيها الرخامة، البوتاجاز، المطبخ نفسه. بجد ما بتخليش اي دهون عليه، وبتعقم الدنيا. بحبها قوي البخاخة دي، مش بستغنى عنها. وغسلت المواعين بقى كده على طول، قلت عشان ما كومش المواعين، اغسل بس. هو ما كانش فيه غير الحاجات اللي هي بتاعه المواعين بتاعه الكيكه، قلت عشان يبقى الحوض رايق. غسلتهم كده على طول. وازازة البريل دي نسيت اقول لكم، هي ب25 جنيه. بس اضطريت بقى ان انا اجيبها وخلاص، قلت اعمل ايه؟ فقلت اجيبها وخلاص يعني. وانا عندي المجات اللي هي المتعلقه في المطبخ دي، حسيت ان هي يعني مش نظيفه شويه، عشان طبعا مش بستخدمهم كلهم. فقلت اغسلهم بقى كده على طول، عشان ايه؟ يبقوا نضاف يعني، يبقوا نضاف كده، مش مثلا مش عليهم تراب او حاجه، او دهون مثلا تتكوم عليهم. قلت لا، اغسلهم على طول كده. يعني انا بحب اعمل كل يوم مثلا حاجه في المطبخ، يعني شويه ارتب مثلا ضرفه الخزين، اعمل اي حاجه مش نظيفه شايفاها بعيني كده، عشان ما يكومش الحاجات عليا ويبقى المطبخ مش نظيف. يعني ما تعملي كل يوم حاجه في المطبخ مثلا انت تشوفيها مش نظيفه، او عايزه ان هي تتعمل، فاعمليها كده في يوم. خدي كل يوم حاجه، عشان ما تحسي ان انت خلصتي كل حاجه في وقت قليل. وكمان ايه؟ ما كومتيش عليكي الحاجه يعني، ومش هتحسي بيها. يعني بدل ما تكومي كذا حاجة عليكي وكده، بصراحة الطريقة دي بتبقى حلوة قوي. يعني باخد مثلا يوم اروق ضرفة، اعمل رف، مثلا اعمل بوتاجاز، اعمل فرن. بس بتحسي بقى ان ايه؟ يعني الحاجة عليكي مش جامدة قوي. هنا بقى كانت خلاص الكبدة نقعتها بقى في الملح والليمون، بقت بصراحة زي الفل، وملهاش بقى اي ريحة خالص. ما بحطش عليها خل، عشان بيقولوا الخل يعني بيضيع قيمتها الغذائية وكده. فما حطيتش عليها خل. وانا بحب اجيب الكبده اعملها في اليوم بتاعها، ما بحطهاش خالص في الفريزر، عشان ما اضيعش فايدتها. يعني هما بيقولوا الكبده تجيبيها تعمليها في اليوم بتاعها، عشان ايه؟ ما تضيعيش الفايده بتاعتها. وهنا قصيت على طول كده بالمقص. وغسلت بقى الرخامه كده كويس، عملتها بقى بالصابون كده المره دي، عشان مطرح الكبده وانا بقطعها لو حاجه جت على الرخامه ما تبقاش ايه؟ الرخامه مش نضيفه. وقبل ما خلصت، يعني شوفوا، هي النص ساعة دي اللي انا عملت فيها الكيكة، يعني فضلت نص ساعة في الفرن. هي دي بقى اللي انا خلصت فيها بقية الحاجة اللي في المطبخ. اي حاجة قلت بدل ما اقعد واقوم بقى وكده، فهيبقى ايه؟ في ساعتها على طول، يعني اعمل كله في وقت واحد. شايفين بقى الكيكة هشة ازاي؟ وبجد تحفة. يعني الطريقة دي اعملوها كده، وان شاء الله تطلع معاكم كيكة جميلة جدا. بس وخدت لي بقى كده كام حتة كيكة مع كوباية شاي. قلت بقى ايه؟ اكل كده، وعقبال ما ايه؟ ما اعمل الغدا، لان انا عامله الغدا متاخر شويه النهارده. فقلت اكل ايه؟ يعني اشوف كده كيكه بتقول ايه.
بس وبعد كده قمت بقى عشان اعمل الكبده. انا من بعد ما قصيتها معاكم ورحت حطاها في التلاجة. قلت عقبال ايه يعني، لما اجي اعملها تبقى جاهزه على طول، احطها على طول في الطاسه يعني. بعد كده بقى جبت طاسه كده، حطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، وخليتها تسخن جدا جدا عشان ايه الكبده ما تنزلش ميتها، تبقى سخنه، واشوح فيها الكبده والقوانص على طول، بتبقى حلوه قوي بصراحه. يعني بالطريقه دي مش بخليها ايه ان هي تبقى الطاسه بارده فتنزل ميتها، لا مش بحب كده خالص يعني، بخليها تسخن كويس جدا، وبعد كده اروح منزله بقى ايه يعني عليها بالقوانص. وبحط حبه ملح في اي زيت بحطه على النار كده، لو هشوح لحمه اي حاجه، عشان ايه ما بيمنع ان هي تطرطش بقى وبتاع وتبهدل الدنيا. فنزلت الاول حاجه بالقوانص، وخليها بقى ايه شويه كده يعني، حوالي 5 دقايق كده 7 دقايق مع نفسها، عشان القوانص بتاخد سوا اكتر من الكبده. انا على طول بعمل الكبده بالفلفل والثوم، بس انا المره دي حسيت ان انا عايزه احط فيها بصل كده عشان يبقى فيها صوص، فحطيت فيها بصلايه، قلت تديها طعم وتبقى حلوه يعني. ضربت كده بصلايه على طول في الكبه، عقبال ما الكبده بقى تتشوح كده، تاخد لون من كل حته، ما بتتشوح كانها ايه يعني، تشوفيها كانها مستويه. والكيس اللي هو بتاع خلطة الكبدة بتاع كنور ده بجد حلو قوي يعني، انا بجيبه ممكن يكفيني كذا مرة بعمل فيها كبدة بحط عليها، بس بيديها طعم حلو قوي كده، بيبقى فيها مثلا طعم الليمون، فبيديها مزازة، فبتبقى جميلة قوي، فبحب عليها احط عليها الخلطة دي، بتبقى حلوة يعني. وهقطع برضو كام فلفلية كده رومي، لو انت برضو بتحبي السبايسي يعني تحطيها عليها، تقطعي عليها سبايسي، بتبقى حلوة يعني. الفلفل صاحي بيطير في الجو، الفلفلاية طارت. بس هحط بقى كده خلاص، لقيتها اتشوحت، فهنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي بتاعت الكبده دي، وهحط برضو معاها حبه ملح وحبه فلفل وحبه كزبره. الكزبره بتبقى حلوه قوي في الكبده. بس وبعد كده بقى هحط البصل. بس حبه كبده معمولين بمزاج كده، بجد يعني طلع طعمهم تحفه قوي. بس يعني بصراحة كانت نضيفة الكبدة، وما كانش فيها ريحة زفارة خالص. انا بقى بحب كده يعني، ما بحبش خالص ان انا اشم ريحة، اشم ريحة مش كويسة. يعني الكبدة بالذات كمان هتلاقوني ما اكلتش منها يعني، حتى لو كنت جعانة فلا مش هاكل لو هي مثلا مش حلوة. بس وهنزل بقى بالفلفل اللي انا قطعته ده على الكبدة، وكنت بقى مقشرة كام فص توم كده برضو، ههرسهم واحطها برضو عليها. التوم برضو بيديها طعم وريحة حلوة قوي. بس يعني تشوحوا بقى شويه كده، ووطيت عليها تستوي بقى شويه كده، الخضار يستوي مع نفسه شويه، وبس. بعد كده بقى رحت شايله الحاجات اللي هي على الصفايه اللي على المطبخ. قلت افضيها يعني من الحاجات من المواعين اللي انا كنت غسلاها. بس وكل يعني الحاجات دي ما خدتش معايا ساعه، يعني ساعه كنت مخلصه المطبخ بالحاجه اللي انا عملتها دي كلها، واقل من ساعه كمان. وحمرت بقى شويه بطاطس كده مع الكبده، ومخلي العيش وكده خلاص، فل قوي. بس ويا رب ان كده النهارده الروتين بتاع النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم، واستنوني تاني في